بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ 1/1/2016. نحن الآن في أحد المخيمات العشوائية في محافظة المفرق. شوفوا إخواني الأولاد، شوفوا الأطفال، درجة حرارة تقريبا يعني 7 تحت الصفر والله. وهي حملة أدفئوني الحمد لله نكسيهم والله يعينهم. كيفك يا عمو؟ بردان؟ يا الله يا الله. يلا يا أمي، يلا يا أمي، ما عليك يا أمي، ابشري. وين ساكنة أنت يا أختي؟ مخيم خيمة ساكنة؟ شو بتحكي كلمة لأهل الخير يا أختي؟ ما الواحد يعجز يشتغل. شوفوا هاي الأسرة يا إخواني، والله إنه الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينك. أنت ساكنة بخيمة يا أختي؟ شو بتوجه رسالة لإخوانك المتبرعين، لإخوانك من أهل الأرض كاملين؟ الشمس اللي عنده خير والله العظيم احنا بحاجة أكثر من غيرنا، وقد تجي مساعدات لغيرنا وما قد تجي علينا احنا. والله العظيم احنا عندنا على البيت نشوفهم بعيننا ما قد يعطوا المستحق. شو مال ابنك؟ برضه ده حق حاله يعني مريض مع إعاقة بنقلته. لا ما تعطينا. شايفين إخواني صراحاتهم الله المستعان. دفينا يا دفينا. الله يعينهم الله يعينهم. اصبري يا اختي، اصبري يا اختي، اصبري. هسه رح نجيك ان شاء الله على الخيمه باذن الله. السلام عليكم. اذكركم اخواني ان قضاء حوائج العباد هي من افضل الامور من بعد الفرائض، ومن افضل العبادات والتقرب الى الله من بعد الفرائض. لا نعرف شيء افضل من هذا. اخواننا في سوريا الحين يتعرضون الى برد قارس، وهذول الاخوان اللي شفتوهم الحين ترى داخل الأردن مو داخل سوريا، مخيمات العشوائية اللي موجودة في المفرق. إن شاء الله رايحين لهم احنا بعد يومين، فحملتنا إن شاء الله اللي هي أدفئهم. نسأل الله أن تعينونا عليهم، وأذكركم بالله هذول إخواننا الضعفاء حاليا، وأكثرهم نساء وأطفال. الله المستعان.